السلام عليكم صديقاتي، مرحبا بكم في قناه ام عبد الرحمن تعليم كروشي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن حال. اليوم نهار جديد ان شاء الله وفيديو جديد باذن الله الرحمن الرحيم. اليوم بغيت نشارك معكم كيفاش توقفوا القندوره ديالكم اولا الجلابه ديالكم بالكروشي. خدمه جديده وحصريه على قناه ام عبد الرحمن تعليم كروشي. قبل ما نبدا كنشكر جميع الاخوات المشتركات الجدد، اخوات القدام حتى هما كنشكركم وحده وحده. شكرا على الدعم ديالكم، شكرا على التشجيعات ديالكم وكذلك ما تنساوناش بالتشجيعات ديالكم، اشتركوا وفعلوا الجرس. الاخوات اللي عاد دخلوا الفيديو، الاخت اللي كتدخل الفيديو دابا عاد وعاد كتشوف الفيديو ديالي، مرحبا بك. كنتمنى ما تخرجش الا تخلي البصمه ديالك، تشترك ولي لايك وتعليق جميل في حالكم. شجعونا ان شاء الله. الايام المقبله كاين اعمال جديده ديال فصل الشتاء، وكتعرفوني ملي كنقول فصل الشتاء كتكون مفاجات عديده واعمال جميله ودائما مفيده ان شاء الله. فاشتركوا فعلوا الجرس باش يوصلكم الفيديوهات ديالي كيف ينزلوا يوصلكم ان شاء الله وتكون استفاده. اليوم فيديو اليوم نرجع الموضوع ديالي. اليوم الفيديو اليوم جميل ومفيد للمبتدئات والمعلمات كذلك، بين قوسين المعلمات اللي كيتابعوني وكيتصلوا بيا وكيدخلوا عندي كذلك الواتساب باش كيستشروا معايا دائما على الكروشي. مرحبا بكم. فتنتوما ما تبخلوش على المعلمات والاخوات المبتدئات، ما تبخلوش بلي لايك وبارطاجيو الفيديو ديالنا الا الله يوصل لربة البيوت. اخوات اللي ما عندهمش وقت يخرجوا يتعلموا، فهذه واحد الوسيله بقناه ام عبد الرحمن تعليم كروشي يستفد منها كل شيء. فما تنساوش اشتركوا ولي لايك وبارطاجيو الاهل والاحباب. شكرا لكم. نرجعوا للموضوع ديالنا دابا. عاد قلت لكم رجعوا ان شاء الله. اليوم غنوريكم واحد الطريقه غرزه حشو اولا نص غرزه رائعه، كتجي غزاله وكلاسيكيه ومتقونه من القفطان ديالنا اولا الجلابه ديالنا عفوا. فعمري ما شاركت معكم ودائما كنقول خصني نشارك، ما كتبش. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم التطبيق مفيد جدا جدا للمبتدئات. كنركز ونعاود نقولها جدا مبتدئات. فما عليكم توجدوا قندوره اولا طريف الثوب الصنايع كيف كنعتمدوا عليه دائما كاين قندوره، كاين طرف الصنايع، كاين طريف الثوب. الحرير اللي بغيتو الاختيار ديالكم، يا القصبه يا الطرز. الكروشي الرقم 13 12 14 هادو هما الارقام اللي كنحتاجوهم في الثوب. ونبداو على بركه الله. خليكم الفيديو كامل مفيد جدا. نبداو على بركه الله. هانتوما كنشبروا الجلابه ديالنا اولا القندوره ديالنا حتى الا ما كان عندكم شي فيه السورجي. هذا كتساعد هاد الخدمه هذه اللي غادي نوريكم اليوم ان شاء الله، راه كتساعد باش تجمعوا الثوب ديالكم. اول حاجه كنتقبوا الثوب ديالنا. هاد الطريقه جميله وكنعتمد عليها بزاف باش نجمع القندوره ديالي اولا القفطان، اي حاجه تقليدي. انا دائما ملي كنقول تقليدي فكنجمع كل شيء، ماشي غير كنعزل جلابه ولا قندوره، كل شيء. كنوجدوا الحرير ديالنا كيف العاده كيف كنوريكم دائما، اولا باللي عندكم القصبه اللي مناسب لكم. انا عندي اليوم هذه مهرسه وما بغاتش توقف، فشويه كتجي معذبه، فقلت راه نخدم بها. المهم باش نوريكم ونكمل الجلابه ديالي. حيت هذه عندي جلابه وغادي نوريها لكم نيت فيها. ملي كنتقبوا الثوب طبعا كنكونوا وجدنا وتقبنا هكذا كما وريتكم دابا. عاد كنجيبوا الحرير ديالنا وكنجمعوه كنشدوه نزيروه بجوج غرزات هما اللي كيتحكموا لنا في الثوب بالحرير. عاد غادي نبداو نشرح. فهاد الطريقه غزاله انا كنعتمد عليها بزاف، وكما قلت لكم كتجي راقيه وما كيبانش بان الكروشي، واخا كنفتخروا دائما كنخدموا بالكروشي ولكن ما كتبانش ما كنأكد عليها، كتجي مزيونه. وخصوصا في التقليدي يعني في القفيطنات وفي القنيدرات كتجي غزاله. حتى في الجلابه انا كنخدمها، هي عمري ما شاركتها معكم، راه حصريا على قناه ام عبد الرحمن تعليم كروشي غنشاركها معكم باش تستافدوا ان شاء الله. ما تنساوناش بالدعوات الخير ودعوات الصحه والعافيه لي ولكم ان شاء الله، وكذلك التشجيع. بسم الله توكلنا على الله. نبداو على بركه الله. هانتوما ملي كنعملوا الثوب كنجمعوا واحده. قلت لكم ما كنحتاجوش السورجي، كنتحكموا في الثوب ديالنا تبارك الله، اللهم بارك وزيد في ذلك. هيدا ما شاء الله كنتحكم فيه وكنبدا نعمل نص غرزه. نص غرزه هي غرزه حشو باش يكون شي يفهمني. نص غرزه هي غرزه حشو اللي كيكون نص غرزه، ما كنعاودوش نلفوا الحرير باش كتكون بحال العمود. هادشي راه سباق اللي شاركته معكم.
وريتكم كيفاش نص غرزه، غرزه حشو، الانواع ديال الاسماء ديال الغرزات. ولكن هاد الغرزه هذه عمري ما شاركتها معكم، واخا انا كنخدمها بعض المرات ماشي دائما، بعض المرات كنعملها في شي حوايج اللي كنكون كنعتمد عليهم على حسب الثوب وعلى حسب الزواقه. فاليوم الجلابه ديال اليوم كنحتاج نعمل لها هاد الخدمه هذه. ها نتوما كنعملوا نفس غرزه، كنصغروا يدنا. وبالنسبه للاخوات اللي عاد اول مره غيقبطوا الكروشي فراه دخلوا للدروس، عندي فيديوهات في القناه قدام. ما تنساوش المنتدى والبوسطه البنات، راه كنشارك فيه واخا اعمال قديمه كتكون جديده مفيده لكم نتوما مبتدئات اللي عمركم يعني ما شفتوها، كتكون جديده عليكم ومفيده، فانا كنشارك معكم ما تنساوهاش. ها نتوما كنجي هنا كنعمل غرزه حدا غرزه، وبقاو باش تشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. هاي غرزه حدا غرزه. طبعا في هذه الطريقه هذه ما كنلويوش الحرير ديالنا، عملوا بهذه الطريقه اللي وريتكم باش تنجح معكم، حيت كما قلت لكم دابا عاد سباق اللي وريتكم نفس غرزه كيفاش كتجي، ولكن هذه الطريقه الا منين تشوفوا الحرير مزير حاولوا نجبدوه غير بشويه باش ما يتقطعش، حيت كيكون الحرير راشي وكيتقطع. هانتوما حاول نجي هنا باش نوريكم السرد هاد الخدمه بنفس غرزه اللي كتجي بحال القطار. ما شاء الله سهله وما كديش الوقت حتى هي. طبعا الخدمه اخرى كنخدموا ضربه هنا وضربه هنا، هذا هو السرد هاد الخدمه هذه اليوم. شوفوا كنجيبوا الراس الكروشي، الراس الكروشي ديالنا كنعملوا ضربه حدا ضربه. هانتوما ضربه حدا ضربه، هاي سهله. هاي طبعا المعلمات اللي كيتابعوني وكيدخلوا عندي القناه وكيدخلوا عندي حتى الفيسبوك الواتساب اللي كيستشروا معايا على شي خدمه ديالهم راه غيفهموني، وكاين اللي ما كيفهمش. هاد الطريقه راه ساهله غير تبع. وإلا كنتي اول مره كتدخل القناه اول فيديو فرجع الفيديوهات القدام، كاين فيهم دروس كيفاش تعمل نفس غرزه، كيفاش تعمل العمود، كيفاش تعمل غرزه حشو، كيفاش تجمع القفطان. المهم كاين بزاف ديال الفيديوهات ما شاء الله اللهم بارك وزيد في ذلك. فهذا مغاير عليهم، هذا مغاير عليهم، خدمه مغيره عمري ما عملتها معاكم. هانتوما كما قلت لكم هذا عندي مهرس كي شويه كيخدمني ما كيخلينيش ملي كيطيحوا كيتهرسوا مع الاسف. هانتوما هذه او ضروري كنحتاجوها، كنعملوها الكميمات القندوره ديالنا ضروري. حتى الا كنتي باش تشدها بالكروشي هاد الطريقه صحيحه وكتهنيك. حتى الا ما كانش عندك ستورجي ما عندكش فين تعملو، كنهضر الاخوات اللي بعيد عليهم كيفاش يعملوا السورجي ولا ما عندهمش الامكانيات، هاد الطريقه راه سهله، خصها غير تجلس وتعطيها الوقت، واخا كدير الوقت ولكن متقونه 100% ما شاء الله. وراه نتوما كتشوفوا كلشي دابا بغارط عينكم. وخليوها لي في التعاليق، خليوا لي رايكم، التعاليق البناءه اللي كتشجع ان شاء الله باش نزيدوا في هذه القناه. تشجعونا البنات، بارطاجيو ولي لايك، حفزونا باش نزيدو نعطيو في هذه القناه وما نملش نزيد. طبعا الملل غيجي ملي غيكونش التفاعل، ولكن ملي غيكون التفاعل ديالكم غيعطيني طاقه ايجابيه، غادي نزيد نشارك معكم فيديوهات مفيده، نزيد نعلم. هادشي كيفرحني وكيسرني باني نعمل شي حاجه جميله مفيده للاخوات وربات البيوت، علاش لا، فقط دعوه الخير وكذلك تشجيع القناه. هانتوما شوفوا كيف كتجي، حتى الا جات لكم ضربه مبعده حاولوا نتوما تزيروها. ها نتوما بحال دابا انا واخا كنشوفها مرخيه، كنشوف هذيك الضربه مرخيه
كنبدا نجمعها. سمحوا لي كنعدل الحرير، انا قلت لكم شويه مهرس، خصني نصبر معاه. كيكونوا كنخدم بهم وكيطيحوا لي كيتهرسوا، وهذاك هو المشكل. الا طاح تهرس كيخوى لك الحرير كامل. انا معاكم، هانتوما. وإلا كما قلت لكم شفتوها جات مبعده، هي الاساس خصها تجي مزيره، غرزه حدا غرزه، دقه حدا دقه الابره. الابره طبعا هو الراس الكروشي. ها هي هانتوما كتشوفوا دابا كيفاش كتجي. ومني غنسالي ان شاء الله هادي الفيديو القادم باذن الله غادي نعمل لكم الخدمه فوق هاد نفس غرزه. هذه غير البدايه، كيفاش غنوقفوا الجلابه ديالنا. غرزه جديده. هانتوما شوفوا كيف كتحكم تبارك الله، كتجمع الثوب، كتجمع الثوب وكتجي مضبوطه. ها هي كنمشيو ضربه حتى ضربه. وإلا ما نجحتش معاكم عاودوها، فسخوا الحرير، راه ساهل كيتفسخ دغيا، وعاودوها باش تنجح. ضروري غتنجح معاكم، غير عاودوها. بحال دابا هادي ما جاتنيش، انا بيدي ما غتجينيش، غنعاودها. هانتوما شوفوا كيف كتجي غزاله كما قلت لكم. الجلبات قندوره. وكما قلت لكم دابا عاد راه غنشارك معكم كيفاش غادي نخدم فوق هاد نص غرزه هذه، كيفاش غادي تجي الخدمه. ها هي كتجي غزاله ومضبوطه. انا غنوريكم الشكل النهائي وانتم غادي تحكموا، وخليوا لي رايكم في التعاليق، وبداو الفيديو من الاول حتى الاخير باش تفهموني علاش كنهضر، باش تعرفوا الدرس اليوم شنو على من كنهضروا، باش تفهموني. هانتوما شوفوا كيف جات ضربه حتى ضربه. ها هي شفتوا كيف كتجي غزاله صراحه، مزيونه وكتجي غزاله. هذه عمري ما شاركتها معكم، اول مره، وحصريا على قناه ام عبد الرحمن لتعليم الكروشي. شوفوا كيف كتجي، انا كنقربكم باش تشوفوها. فالفيديو ديالنا ساله هنايا. كنتمنى نكون فدتكم في هذا الفيديو، استفدتوا خديتوا فكره في العالم ديال الكروشي. وكذلك ما تنساوناش في دعوات الخير. جزاكم الله كل خير. ولي لايك البنات واشتركوا وفعلوا الجرس كما قلت لكم في الفيديو في الاول. كاين بزاف ديال المفاجات ان شاء الله في قناه ام عبد الرحمن تعليم الكروشي، في الخير، يعني في الاستفاده اللي غتفيدكم ان شاء الله. ودائما كنكون سعيده جدا كنكون معكم، كنقضي واخا الوقت ما كنبغيش نطول عليكم، كنكون جد سعيده وانا كنعلمكم وكنعطي شي حاجه مفيده في هذا الكروشي. فشكرا لكم وحده، وخليوا لي رايكم في التعاليق. غادي ننتظر التعاليق ديالكم. ما تنساوش تبارطاجيو الاهل والاحباب، اخوات ربات البيوت. تاخذوا الاجر كذلك معايا. علاش لا؟ ملي غادي تبارطاجيو الاخوات اللي عمرهم ما تعلموا الكروشي او باغيين يتعلموا ما عندهمش فين يتعلموا، نتوما غادي تاخذوا واحد الاجر كبير. غادي يكون يعني البارطاج ديال الاستفاده، كلشي يستافد. علاش لا؟ شكرا لكم والى الفيديو القادم باذن الله.